تخيل انك واقف في وسط مطار هيرسو في لندن، لسه واصل حالا ووراك ميتنج شغل مصيري كمان ساعة. بتفتح موبايلك عشان تطلب اوبر يلحقك، وفجأة تكتشف انك نسيت تقفل الداتا رومينج، وبمجرد ما الموبايل لقط شبكة سحب من رصيدك 500 جنيه في ثانية واحدة، بس عشان اشعار واتساب من شريف. الله يسامحك يا شريف. في اللحظة دي بتحس ان جيبك بيتخرم وضربات قلبك بتزيد، وتسأل نفسك: هو انا سافرت عشان اشتغل ولا عشان ادفع شقة عمري لشركة الاتصالات على رسالة شريف؟ السيناريو المرعب ده حقيقي بيحصل لآلاف المسافرين يوميا، وعشان كده انا وصاحبي عصام، وانت عارف عصام ووسوسته في المصاريف، قررنا ندفن نفسنا كام يوم في تجربة تطبيق اكاما ايسم داتا رومينج. فقلنا نشوف هل فعلا الفانوس السحري اللي هيوفر علينا مئات الدولارات في السفر، ولا مجرد فخ جديد هينصب علينا وياخد بياناتنا وفلوسنا. فيديو النهاردة مش مراجعة عادية، ده كشف حساب وتجربة حقيقية، خطوة بخطوة، بالإيجابيات والسلبيات الصادمة والمستفزة. جهز قهوتك بقى وركز معايا، عشان الكلام اللي هقوله ده بفلوس. مسكنا الموبايلين، انا الايفون وعصام معاه سامسونج احدث موديل، عشان نجرب الاي سيم مع النظامين. نزلنا الابليكيشن وفتحنا. اول انطباع: الواجهة شكلها شيك وهادية، والالوان بتاعها جميلة مع اللون الابيض، مريحة للعين، مفيش اعلانات بتنط في وشك. دخلنا في مرحلة التسجيل، وهنا بدأت اول مشكلة صغيرة. انا سجلت بجوجل ميل، والموضوع ما خدش ثانية واحدة. عصام حب يعمل فيها ذكي وسجل بالايميل والباسورد. قعد مستني كود التفعيل يوصل على الايميل حوالي 5 دقايق. بدأ يتعصب ويقول لي: واحنا بدأنا العك، الكود وصل في النهاية، بس التأخير ده وانت في المطار ومستعجل بيبقى سم قاتل. فنصيحتي ليك: سجل بجوجل على طول، او ابل اي دي، وانجز. بعد ما دخلنا قلبنا في التطبيق حتة حتة. الواجهة سهلة متقسمة لستور، ماي، اس اي ام، بروفايل. الاداء سريع جدا، مفيش لاج المستفز وانت بتقلب بين كل دول. الابليكيشن خفيف فعلا. دخلنا على السيتنج عشان نشوف الخبايا. لقيت ميزة حلوة قوي: انك تقدر تغير العملة ايجيبت بالجنيه المصري، وده ريح عصام نفسيا عشان يعرف هو بيدفع كام بالظبط، بدل ما يقعد يحسب الدولار بكام النهاردة. بس لقينا حاجة غريبة في الاعدادات: مفيش خيار دارك مود، يعني لو بتشتري باقة بالليل وانت في السرير عينك هتتعمي. تفصيلة صغيرة بس هتفرق في تجربة المستخدم يا مطورين لو حلتوا الموضوع. تعالى بقى للحكي الجد. جربنا التطبيق في موقفين حقيقيين عشان نشوف عضته في الواقع. الموقف الأول كان تجربتي. أنا كنت محتاج باقة الإمارات، زيارة سريعة يومين. دخلت اخترت الإمارات، طلع لي كذا خيار: باقة يومية وباقات بالجيجا، أسعارهم مقارنة بالرومنج العادي، تراب فلوس. اخترت باقة 1 جيجا لمدة 7 أيام، كانت بحوالي $2. الدفع بالفيزا المصرية، الكريدت مشي زي السكينة في الحلاوة. بعد الدفع ظهرت الاي سيم في صفحة ماي اس اي ام. ضغطت انستول، الموبايل الايفون فهم لوحده ونقلك لاعدادات اعدادات الخلوي. تك تك تك، في دقيقة واحدة كانت الشريحة راكبة. أول ما نزلت دبي فعلت أكما اي سيم للبيانات، والشبكة لقطت فورا على شبكة اتصالات هناك. السرعة كانت 5G وطلقة. فتحت ماب، عملت مكالمات واتساب، كله تمام. التجربة كانت سموث جدا ومريحة للأعصاب. الموقف التاني بقى كان تجربة عصام الموسوس. عصام كان مسافر تركيا وحب يوفر أكتر، فاشترى باقة إقليمية بتغطي أوروبا وتركيا عشان هو بيسافر كتير. دفع بالبيبال وتمام. المشكلة بدأت في التفعيل. الموبايل السامسونج بتاعه قاعد يهنج وهو بيعمل سكاننج كيو ار كود، ويقول له ايرور. عصام وشه جاب الوان وفكر ان فلوسه راحت. اضطرينا ندخل على اكتيف كود يدويا عن طريق نسخ ولصق من التطبيق للاعدادات. الحمد لله اشتغلت، بس الرعب اللي عاشه عصام خلاه يكره اليوم اللي سافر فيه. لما وصل اسطنبول النت اشتغل تمام، بس لاحظ ان البطارية بتخلص اسرع شوية من المعتاد لما بيكون مشغل الاي سيم، وده برضو مكنتش انا ملاحظه في الايفون. هل ده عيب في التطبيق ولا الموبايل؟ غالبا طريقة ادارة الموبايل للشريحتين، بس وجب التنويه. وممكن يبقى برضو عيب في الموبايل ان هو مش بيعمل في الموبايل بتاعي كده. طيب بعد العك واللت ده كله، ايه هي المميزات الحقيقية اللي تخليك تستخدم اقامة اي سيم وانت حاطط بطيخة صيفة في بطنك؟ اول حاجة: التوفير المرعب. بجد الاسعار مقارنة بانك تشتري خط محلي من المطار هناك او تفعل الرومينج
من مصر وفر كبير جدا وفرق السماء والأرض. انت بتوفر حرفيا أكتر من 80% من مصاريف النت بره. تاني حاجة التغطية العالمية، تطبيق فيه باقات لدول كتيرة جدا وباقات لقارات زي أوروبا كلها بباقات واحدة. تالت حاجة سهولة التركيب، لو موبايلك حديث وبيفهم دايركت انستولينج، ضغطة واحدة زرار وبتخلص الموضوع. رابع حاجة هي خيارات الدفع، الدفع بفيزا مصرية شغال، كمان بيبال ودي بيدي أمان عالي جدا. خامس حاجة الشفافية، مفيش مصاريف مخفية، السعر اللي بتشوفه هو اللي بتدفعه، وتقدر تتابع استهلاك الجيجا من جوه التطبيق لحظة بلحظة. بس استنى، الكلام مش كله وردي، أنا مراجع برامج وعصام كان معايا، يعني لازم نطلع القط فطسان. وعشان أكون أمين معاكم، التطبيق فيه عيوب تخليك تفكر مرتين قبل ما تعتمد عليه كليا. الدعم الفني ميت، عصام لما حصلت له مشكلة التفعيل مع سامسونج حاول يبعت للدعم من جوه التطبيق، الرد جاله بعد 12 ساعة. تخيل لو انت مقطوع من النت في بلد غريب ومحتاج مساعدة حالا، الدعم الفني عندهم سيء جدا وبطيء، وده عيب قاتل. كمان مشكلة التفعيل اليدوي اللي حكيت لكم عليها، الكيو ار كود، واللي ساعات بيفشل على الاندرويد، وده بيوتر المستخدم العادي. انت ما مش مقتنع بكلامي انا وعصام، نزلت قلبت، انزل انت بنفسك وقلب في ريفيوهات ورأي الناس على جوجل بلاي، لقيت تجارب كتيرة إيجابية بتشكر في السعر والسرعة، بس في صرخات مواجهة حقيقية في التعليقات السلبية. لازم تسمع واحد كاتب اشتريت باقة لفرنسا ومشتغلتش خالص والدعم ما بيردش عليا وفلوسي راحت عليا لأن وقت الباقة خلص. وواحدة تانية كاتبة النت بطيء جدا وغير مستقر، مكنتش أعرف أفتح الخريطة وتهت في المدينة. تعليق تالت بيشتكي التطبيق، قال لي موبايلك بيدعم الإي سيم، وبعد ما اشتريت طلع ما بيدعمش ورفضوا يرجعولي فلوس. التعليقات دي بتوضح ان في ريسك او مخاطرة، المشاكل مش بتحصل للكل، بس لما بتحصل بتقع في الفخ لان الدعم ضعيف ومفيش ضمان حقيقي لحقك. نيجي بقى للسؤال الاهم، هل الاقامة اي سيم نصب ولا بياناتنا وفلوسنا في امان؟ بصراحة تطبيق مش نصب بالمعنى الحرفي، هو شركة حقيقية وبتقدم خدمة حقيقية، واشتغلت معانا ومع عصام، لكن الدعم الفني ضعيف وسياسة لا استرجاع الأموال في حالات كتير بتخليك تحس إنك اتنصب عليك لو الخدمة ما اشتغلتش معاك لسبب فني. من ناحية الأمان، طالما بتدفع بايبال أو بريبايد في مبالغ صغيرة فأنت في أمان، وبنصحك تستخدم كارت المرتب الأساسي احتياطيا. مين بقى اللي محتاج التطبيق ده فعلا؟ السائح الموفر اللي مش عايز يرجع مديون لشركات الاتصالات، ورجل الأعمال اللي محتاج نت مستقر وسريع فور وصوله، والطالب المغترب اللي محتاج حل رخيص ومؤقت. التطبيق ده مش للناس اللي معاها موبايلات قديمة ما بيشتغلش اي سيم. الخلاصة يا جماعة، هل الأقامة اي سيم يستحق التحميل؟ رأيي صريح جدا وبدون مجاملات، نعم يستحق، ولكن بشرط، هو اللي بيؤدي الغرض وزيادة وبيوفر فلوس كتير جدا. لو موبايلك حديث وبتعرف تتعامل معاه تكنولوجيا، لو حصلت معاك اي يعني مشكلة في التفعيل فهو حل سحري ليك. لكن لو انت شخص على قده في الموبايلات وبتتوتر بسرعة لو النت قطع او موبايلك اندرويد مشاكله كتير في الاي سيم، بلاش منه واشتري شريحة محلية من المطار، اضمن لسلامك النفسي حتى لو اغلى شوية او شويتين يعني. تقييم النهائي للتطبيق 7.5 من 10. الدرجات اللي طاروا دول بسبب موت الدعم الفني وصعوبة التفعيل اليدوي. البدايل في تطبيقات تقيلة زي اير الو، ده الأغلى والأشهر والدعم فيه أحسن شوية، أو هوليفاي، وده بيديك داتا غير محدودة بس أغلى بكتير. أو أقامة اي سيم بيلعب على حتة سعر اقتصادي وهو شاطر فيها. في النهاية عايز أسألكم سؤال وتجاوبوني بصراحة في الكومنتات تحت، لو سفرية عمرك وقفت على انك تخاطر وتدفع $5 لتطبيق زي ده عشان نت، ولا تدفع $50 لشركة اتصالات وانت مطمن وضامن؟ هل التوفير يستحق المجازفة بسلامك النفسي في الغربة؟ مستني آرائكم ورأيكم تجاربكم في الكومنتات. متنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان تشوفوا مراجعات حقيقية تانية كتيرة. كان معاكم عمرو من قناة مراجع برامج. سلام.